حلوا حلوا وحوي يا وحوي، رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية كلها بالخير واليمن والبركات، ورب يعود عليكم كل الأيام بالسعادة. كل سنة حضراتكم طيبين. النهاردة كان عندنا ماتش مهم، ماتش مصر، ونجمنا المصري محمد صلاح كان قائد المنتخب النهاردة. طبعا في ظل مسلسلات وبرامج ممتعة في رمضان كان عندنا وجبة رياضية كانت مذهلة. أنا بحب دايما المطوشة تبقى في وقت رمضان الساعة 9 أو 10 بالليل، سلام لما تكون مطوشة حلوة. طبعا الماتش بتاعنا كان مش حلو أو كان نص نص، كان ماتش سهل الحمد لله، كسبنا، صلاح جاب جون مرموش، كل الناس برضك انبسطت، اللعيبة شفناها كويسة النهاردة. منتخب ملاوي كان منتخب كويس، منتخب ملاوي كان بيلعب ان احنا نخرج متعادلين او نكسب الماتش بكل سهولة، او نبقى كده في اللطافة لغاية ما يجوا منتخب مصر عندنا ونقدم مباراة قوية. طبعا منتخب ملاوي هيقابلنا هناك بالاربع دقايق الاخيرة او الست دقايق اللي هو لعبهم في اخر ماتش. منتخب ملاوي في اخر 6 دقايق كان غير، في ظل تراجع اداء المنتخب الوطني وتراجع اداء اللعيبة. متعرفش الصيام عامل معاهم ايه، ولا هل زودوها في الفطار، متعرفش، في حاجة غريبة. تحس ان هما جسمهم هدي في الشوط التاني بعد ما خلصوا الماتش في الشوط الاولاني، مع ان ملاوي المنتخب كان ممكن يخرج او احنا نخرج قدامه بنتيجة كبيرة، بس الاداء اللي هما عملوه في الشوط التاني اخر 6 دقايق بالظبط كان بيبين ان المنتخب ده هناك هيكون غير وهيلعب مباراة قوية جدا جدا. طبعا صلاح كان فايق، كان بيلعب بهادي، بيحبش يحتك كتير، يعني كان في لعيب كان بيضغط عليه جامد، كان بيخش معاه بطريقة غبية، كان ممكن يضيع صلاح في اي خبطة من دول. طبعا صلاح ذكي، لعيب عالمي، عارف ان الماتش ده هنكسب وهنعدي، فبلاش ان احنا نعمل التحامات قوية او ننفذ اللعيبة مدافع قدامي اساس ما يجيليش اصابة. ده كان فكر صحيح من صلاح. عمر مرموش، الاداء اللي بشوفه لعمر مرموش في الدوري الالماني مع فولفسبورج اداء اقوى من اللي هو مع منتخب مصر، بس هو برضك بيلعب وعنده نشاط في الملعب. ومصطفى محمد برضك ما كانش قد كده، بس هو برضك بيسبب ضغط على مدافع المنتخب اللي قدامنا. طبعا مش هنقدر نحكم على منتخب مصر مباراة زي دي، طبعا نحكم امتى بقى اما نروح افريقيا ونبدأ نلعب، وممكن من الماتش الجاي اللي هو بتاع يوم 3 طبعا قبل ما نلاقوا فيه لو كسبنا هنبقى تأهلنا رسمي خلاص. هنحكم على منتخب مصر في المباراة دي لما نشوف ملاوي بتلعب ماتش قوي جدا قصاد منتخب مصر، وخلاص بقى مفيش حاجة نبكي عليها، اتفرج على ملاوي بقى. طبعا كل سنة طيبين، رمضان جميل وكل حاجة حلوة فيه، وروحانيات، مسلسلات حلوة والبرامج. ما تنساش بس اهم حاجة العبادة، صلي، صوم، تقرب الى الله، التفسيرات بقى الشيخ شعراوي كده، بعد كده اتفرج براحتك. يعني انا بعمل كده، ولو انت عملت احسن من كده ان تقضيها صلوات وقراءة قرآن وختمة افضل بكتير. تمام؟ فلو انت حابة كده وحابة كده، صوم وصلي واختم قرآن، اتفرج على مسلسل او 2، وعكس لو انت عاوز تكمل صلاة وصوم وكده يكون افضل طبعا. كل سنة وانتم طيبين، متخليش التلفزيون يلهيك عن عباداتك. سلام.